قالت ذي جرح قلبها والأحزان في دربها، تشكي دايما ربها إذ هو في السماء مغتلي. قصة محزنة مبكية بكتبها في المرثية، تحكي شرق شاكية في شعري وفي مرسلي. مرثية من بنت الشهيد شروق يحيى اليزيد بعد وفاة والدها وأخوها على يد أخوها، فرحمة الله تغشاهم ولا نامت أعين الجبناء. كتب كلمتها الشاعر النشمي أبو شياخ الهزيل. بسم الله بدأت المقال وياني عليا ثقال، بكتب قصتي باكتمال يا ليت الكلام يوصلي. قالت ذي جرح قلبها والأحزان في دربها، تشكي دائما ربها ذي هو في السماء معتلي. قصة محزنة مبكية مكتوبها في المرثية، تحكيها شرق شاكية في شعري وفي مرسلي. يا ليل العلم السبب زاد القهر زاد التعب، للفرحة بقلبي سلام قلبي بالألم ممتلي. جور الحزن فيني سكن هدى الروح هدى البدن، واحنا اللي دفعنا الثمن يا قهري ويا باطلي. والآن يا حروف الوجع للناس ظهري ما امتنع، كل ظالم بظلمه يقع وسط النار بيصطلي. ذي كان ولذي كارهين بالطاح ورض الأخي ساعين، واخي صدق المفرضين واعلن قتل ابوه يا هلي. واخي بعد قتله لبي قام يقتل بجنبه اخي، لا وفق لذي حرضي والقاتل وجب يقتلي. ما دام السميع العليم هو عارف لمن هو غريم، انت المنتقم يا حليم لا تجعل علينا ولي. حاسبهم وانت الحسيب يا رحمن وانت الرقيب، يا من للدعاء تستجيب ذيل الجاحد المفتري. حني يا جبال اليمن ورثي يسرتي في حزن، ذي روحوا بداخل كفن واخي بعدهم راح لي. كله قهر كله ألم والجاني لنفسه ظلم، يا ليت الفعل ندم لكن فالدبر واصل. أسرة كاملة تختفي يا قهري ويا لوعتي، مات الأب واخواتي كيف أحيا وأنا مبتلي. أبكي بعدهم واقتهر وأموت قهر طول العمر، قلبي كل غالي خسر والدمع جرحت مقلتي. جور القهر هيني وصل حده والهموم تكتمل، يا غبني على من قتل غبى النور من منزلي. والله نقصت عيشتي في سوت بنا جدتي، تشتري ورثنا يفلتي قالت مش لنا واصلي. والشامي وابو نوريا هم وقت الجليل يوميا، يشتو يعملوا تصفية للحق الذي هو جلي. الظلم اجتمع حوله
نقتدي يا قهري ويا باطل. خالي وخالي قد وقف جنبنا لجل المصلحة جابنا، كم يطلب وكم مننا لجل المصلحة مرسلة. كان الأخ يحيى سعد مرتاح ما حدا له وجد، لكن خربوها الحسد والآن فالآن ما سلي. أمي حزنها هدها بعد الزوج كم جهدها، والله قهرها زادها كم تصبر وتتحمل. وانا بغدبي ما معي الا اليتم متجمعي، واخواتي سيبقى معي ببقى جنبهن واعتني. روحنا الان مستوحدات بعد الاب وسط الشتات، نظلم من جميع الجهات عن سرتي واشتف عيشه. عيشه كل ابوها قهر، كل الضيق فينا انتشر، هذا حكمنا والقدر من رب السماء منزل. يا همدان يا هلا عطشي عندكم من صفا، والظالم يقول لي كفى ينصفني ويقطع الصلة. هذه قصتي حاصلة فيها ميدان متواصلة، ما بش بعدها فاصلة، والله كارهة عيشتي. واختمها بذكر الرسول ابراهيم وابو البتول، ما عاد شي درت ما اقول بختمها بذكر النبي. حصريا لكل جديد على قناة المصمم أيمن الغفري.